سلام يا أبي، كنت عايز أقول لقدسك عن حاجة مضايقاني، إن موضوع إن البنت بقت تشترك مع الولد في مصاريف البيت أنا مش موافقة عليه. ده طمع أغلب الولاد في البنت، وبحس إن مسؤوليات البنت أصبحت أكتر من مسؤوليات الراجل، وكأني بشوف إن الجواز قلته أحسن. أنت حرة، أنت حرة، جواز قلته أحسن. اقعدي خدي مرتبك وعيشي، حد قالك اتجوزي غصب عنك؟ يعني انا بس الاول مش هفوت الجزئيه دي. بتقول لي انا شايفه عندنا متجوز، اوكي ده محبب علينا يا بنتي، يعني ما فيش مشاكل زوجيه وما فيش خناقات بعد كده. ده يا سلام لو خدتوا القرار العاقل ده يا بنات. انا بضحك معاكم، بص عشان انتوا وحشني شويه. بص، تقول لي الجواز قلته احسن، انت حر، لان على الاقل البنت كانت بتكفي نفسها لما تشتغل وهي لوحدها، انما معاه بقت ام وزوجه وموظفه، وفي في المقابل هو دوره في كل ده ايه غير انه عامل زي الطفل المدلل اللي زود على البنت اعباء عليها هي. انا شايفه ان المفروض، اسمعوا يا اولاد، المفروض جاي اهو. أنا شايفة إن المفروض الولد يلتزم بإنه يكفي بيته كله. عارفة إن الظروف صعبة، بس يجي دور البنت إنها تحاول تدبر البيت على قد مستواه المادي، إنها ما تتبهدلش في الشغل، يعني مش عايزة تشتغل وهي وراها بيت وأطفال. أسفل الإطالة، بس حابة أسمع رأي قدسك، لان ما انت قفلتيها. رايي ايه؟ ده انت قايله السؤال والاجابه. يعني انا اقول ايه؟ يعني انتوا واخدين بالكم مش سايبه لي الحل. انا شايفه احسن كده، عاجبه مش عاجبه، انتوا واخدين بالكم. عايز اسمع راي قدسك. الموضوع بجد مضايقني، ان الولد داخل كانه عينه على مرتب البنت ومش فاهمه ايه تاني بيعملوا في الحياه. يعني بصوا يا جماعه، الحكايه دي ملهاش قاعده. يعني في ناس مبسوطه قوي مش فارق معاها الموضوع ده، لكن تعالوا نتكلم على الاسر المتوسطه اللي هو بيقبض له 6 7 والكهرباء ب1000 والميه ب300 والموبايل مش عارف ب200 ليه و200 ليها، وبعدين شويه مصاريف اساسيه. الحياه بقت صعبه جدا جدا، واساس الجواز هو التكاتف والتلاحم، لان بقينا جسد واحد. انت بتقولي اوكي، انا دور الست انها تدبق نفسها باللي يديهولها. طب انا عندي ست ما بتشتغلش وجوزها دخله 9000 جنيه وكل يوم بتصوت بتقول لي قول له شوف له حاجه، وعلى فكره بيشتغل 13 ساعه في اليوم عشان يجيب ال 9000 جنيه. يعمل ايه؟ اشتغلي انت، اشتغلي. في منظر شفته زمان قوي عند المعادي كده، عند كورنيش المعادي، راجل على قارب والست على المقداف، وبيرمي الشبك في النيل مرة واثنين وثلاثة، وكل 10 مرات تطلع الشبكة فاضية. كنت أنا واخد خلوة كده، تطلع سمكاية بلطي. على فكرة، حد فيكم جرب التأديف اللي هو بالبتاع الخشب ده، العرق الخشب الكبير، مش المقداف البلاستيك بتاع الأطفال ده اللي في الساحل الشمالي؟ مش ده، لا. حد جربه؟ أنا جربته مرة واحدة وقعدت أسبوع نايم، عضلي مشدود بسببه. تقيل قوي. الست بتجاهد 4 ساعات وهو بيرمي الشبكة 4 ساعات. ما قالتلوش انت الراجل وانا الست. ما دام اتجوزنا مسؤولية البيت مسؤوليتنا، وما دام دخلنا قليل، لما يكون دخله 7 8 وانت داخله 13 5 كمان، بقيتوا 13 يا دوبك في الزمن الصعب. لكن تقول لا، مرتبي لوحدي انا هربي ولادي. طب ولو ادالك 7000 جنيه وقال لك انا هاخد 500 جنيه بس في جيبي مواصلات، حتى الميه هشربها بالحنفيه.
مش هشتري ازازه ميه. هتدبري البيت ازاي؟ خليكي واقعيه. بالنسبه للطبقه المتوسطه والفوق متوسطه مش هينفع النهارده في ظل الغلا ان واحد بس يفتح البيت. وبنحط مرتبنا على بعض يا بنتي، وهو بيطلع مصروف ويدي مصروف اكتر شويه عشان البنات عندهم شعر وعندهم ضوافر وعندهم حاجات كتيره كده، ما مش للرجاله يعني. هيزود مصروفها شويه عن مصروفه، لكن في الاخر خالص مش هينفع. اذا كنت انت شايفه عدم الجواز اريح، اوعي تتجوزي. لكن لو هتتجوزي هتبقي مسؤوله امام الله ان ما ينفعش انك تتفرجي على واحد وتقولي الفلوس مش مكفيه، ما تتحرك، خلي عندك طموح اللي غيرك. طب وانت متخلي عندك طموح وتتحركي؟ لا يا بنتي،